مريم أحمد العلي، عمري 26 سنة، من القامشلي، مدربة خيول. طبعا مدربة خيول مزرعة مغيرات الفارس لصاحبها الدكتور إسماعيل الفارس. طبعا هون عندنا نحن كادر نسائي تقريبا. المدام روز هي مديرة المشروع، والدكتورة ليال عيشة هي المديرة الإدارية كمان للمشروع. عندنا المدربات سجد الفارس، زينة سعيد عمر، أنا كمان مدربة. عندنا سعد الفارس كمان مدرب، وعندنا وجد كمان، وجد الفارس مدرب. هذول مدربين، الشباب مدربين للشباب، والبنات مدربات للبنات وللأطفال. الداعم الأساسي هو الدكتور إسماعيل الفارس صاحب هاي المزرعة، يعني بصراحة هو اللي شجعنا وهو اللي دعمنا وقال حققوا حلمكم. هو حلم المدام روز وحلمي أنا كمان. يعني نهاية هذا اللقاء بوجه كلمة للفتيات والمرأة بشكل عام، فينا تعتمد على حالها، وفينا هي طبعا المرأة مو نصف المجتمع، هي صارت كل المجتمع، لأنه هي أم، والأم بتلم سواء كانت زوجة أو أخت أو صديقة لآخرها، عمة، خالة. المرأة بشكل عام يعني هي قوية وقادرة انه تعمل المشروع اللي بدها اياه، وما توقف عند الحلم اللي بدها اياه او الهدف اللي بدها اياه، لازم تتابع وتحقق حلمها. انا بنصح كل الشابات والشباب انه اللي عنده مهنة يمارس مهنته، واللي عنده هواية يحقق هوايته، واللي عنده حلم يحقق حلمه، واللي عنده هدف لازم يوصله. وشكرا. يلا صهوة تعال. أنا اسمي زينة عمر. أول شيء جيت أتدرب هون مزرعة مغيرات الفارس. خلال 15 يوم إنه صرت مدربة، وصرت أدرب الأطفال، وصرت أقلن الخطوات الأولى اللي هي مثلا يلمسوا الخيل، يسمعها صوته مشان إنه تتعود عليه ويقودها، وطبعا بإشراف المدام روز والمدربة مريم. بتمنى من كل الأطفال إنه إذا واحد يكون عنده هواية يمارسها ويستمر فيها لحتى ينجح مثل ما أنا نجحت وصرت مدربة ولا أدرب الأطفال.